ازاي حالتك يا استاذه مها؟ الحمد لله. استاذه مها مكسوفه؟ والله جدا. لا بس انت عامل شغل حتة كويس كده. وشغل نضيف ما شاء الله. طب بص هو الشقه كانت حاجه وبقت حاجه تانية خالص، ولسه طب- مع الفرش بقى وبقت الحاجه. طب ثانيه واحده، احنا اعتبر ان مفيش كاميرا ولا في اي حاجه. تمام. إيه، بص ممكن حضرتك تقولي لنا مثلا في الاول اتعرفت عليا ازاي؟ انت عرفت عليك من خلال الفيسبوك. حضرتك يعني لا ما هو حقيقي جبتك من خلال الفيسبوك، من دخلت على كذا موقع وكده وما اتفقناش، بس حضرتك كنت مريح في التعامل. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. لا والشقه اتنقلت حته. ربنا والله يبارك لك. يعني حضرتك يعني شفتينا على الفيسبوك بعدها تواصلنا مع بعض، تمام. جيت هنا الموقع، عملت لي شغل كويس جدا، احسن شغل. تمام. هو حضرتك برضه ما كانش فيه حمام ضيوف؟ لا ما كانش والمطبخ فيه. كان مش ما يعني كان كانش- ضيق؟ كان 2 في 3، خليته 3 في 3. تمام، وسعناه وعملنا الحمام الضيوف ده. تمام. طب وبعدها طبعا جيت عملت المعاينه، رفعت المقاسات، اشتغلنا على بعدها طول. عملت البلانات. ايوه وبعدها حضرتك نورتيني في المكتب. ايوه. طب ما تتكلمي يا استاذ، يعني هيبقى ولا وش لا ولا ما صوت؟ انا جايه اتكلم، قلت لي انت كده بتتكلمي. لا لا عادي اتكلمي، قولي لا قولي هو اللي زي يريحك. ما حضرتك بتقول كده، الشقه جينا هنا رفعت المقاسات، بعد كده رحنا المكتب، عملت لي مقايسه الاول على الموبايل. ماشي. بعد كده رحنا المكتب وتعاقدنا، وما شاء الله يعني في وقت قصير جدا خلصت لي كل حاجه. لا على فكره الصوت طالع. لا والله الصوت طالع. صدقني انت عامل شغل كويس. ربنا يخليك. طيب انا لو في حاجه وحشه كنت قلت، عشان احنا مش قرايب اصلا. اكيد شغل. اكيد طبعا. طب هسال حضرتك سؤال، كان في امانه؟ لا كان في امانه، وكل حاجه على ايدي كمان. يعني كل حاجه، اي بند كمان كنت عايزه اسحبه واجيبه انا، كان الدنيا سهله، اتفضلي الفلوس اهي هاتي انت او انت تجيب، كان نفس الحاجه ونفس الاسعار ومفيش حاجه. تمام. حاجه اخيره ترشحين لغيري، يعني ترشحين لحد صدقني تاني؟ انت بتطلع شغل كويس بجد؟ يعني حضرتك راضيه على التشطيب، على بديل الخشب، بديل الرخام، كل حاجه راضيه عنها، عشان انت بتستلم استلام كويس جدا وتطلع حاجات كويسه جدا. طب بالنسبه للصنايعيه كان في البرج مشاكل او حاجه؟ لا 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 كلهم ناس محترمه جدا. ناس يعني محترمه وشغلهم كله كويس، وبرده دوت نابع لحضرتك انت. ربنا يخليكي. طب حضرتك ممكن توجهي لي نصيحه او تديني معلومه او تدينا، قول اي حاجه اي حاجه. لا ربنا يبارك لك، كل حاجه كويسه، حتى لو كان في اي حاجه ما بيننا الناتج كله بقى كويس جدا، مفيش حاجه. ربنا يخلي حضرتك. عندي حضرتك نصيحه طبعا، انت ايه يعني كويس جدا، مفيش نصايح ماما، عملت كل حاجه كويس. ربنا يخليكي. نقلت الشقه في حته كويسه خالص. وهو والله كان الهدف فعلا. ولسه انت ليك في المطبخ وليك في الشبابيك، بس احنا لسه عشان داخلين على عيدكم. صحيح وانت طيب. صحيح، وحضرتك طيبه وبألف خير. انا والله فعلا بجد بيبقى الهدف ان انا اول ما حد بيكلمني ببقى هدفي كله ان انا ابني معاه رحله ثقه، وان والله فعلا ان انا ببقى هدفي ان اعمل له شغل حلو، لان هو بيدفع فلوس، فلازم كل جنيه يتحط في مكانه المظبوط. وهدفي ان انا ما اعملش مشكله، ان انا جاي احل مشكله. ايوه. وزائد كمان اعمل الكلاينت او اللي حضرتك بتبقى عايزاه هو اللي انا اعمله. ايوه. بامانه، بمصداقيه، بكمان امانتي مش في الفلوس، هي يا ريت تيجي على الفلوس، الامانه بتبقى في الاستلام بتاعي. يعني انا واقف هنا كان في سقاله وفي فيديو مصوره على جيبسون بورد، طالع على السقاله بستلم الجيبسون بورد. فالهدف والامانه اللي فعلا انا بتكلم بيها بعيد عن التاخير، لان ده وارد ان ممكن ظرف يحصل بالظبط، او وارد حاجه تحصل، لكن الحمد لله كفايه ان الموقع يعني ربنا يكون يا رب فتحه خير على حضرتك، ويكون وش خير، ويكون بيت كله بركه. الهدف ان احنا نعمل شغل حلو، والفينش النهائي هو ده اللي بيشيل التعب بتاع مرحله التشطيب كلها. كله كويس. ممكن. فشكرا لحضرتك، انا تشرفت بمعرفه حضرتك. الحمد لله ان كنت قد الثقه، وان شاء الله لو عزتي باشمهندس ابانوب بالتليفون هتلاقيه موجود هو والرجاله بتوعه. شكرا لحضرتك يا استاذه مها، واتمنى حضرتك تبقي مبسوطه من الفينش النهائي ومن التشطيب. ما شاء الله، تسلم ايديك. تنويه بسيط، الاستاذه مها مش حابه تظهر بوشها، وهحترم طبعا الرغبه دي، وكفايه عندي والله اللي فعلا رايها اللي لا يقدر بالنسبه لي بثمن، هو ان الكلام اللي الاستاذه مها قالته في حقي وفي حق الشركه وفي حق الدولاب الصناعيه بتوعي. فشكرا لحضرتك جدا، واتمنى يعني نكون قدمنا شويه شغل حلوين. كله كويس. تسلم ايديك. ربنا يخليك. شكرا.